السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريد 8، أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن density وهنبدأ بحاجات معينة هتوصلنا ليها، بس في الفاينل في النهاية لازم أكون عارف الحاجات دي. رقم واحد، لازم أعرف ايه هي ال density. نمبر 2، ازاي أقدر أعملها calculation. نمبر 3، ازاي أعمل comparing ما بين ال density للsolid والliquid والgases. وبعدين ايه علاقة ال density بالفلوتينج or sinking للأوبجكتس in the water. اوكي، طيب يلا بينا نبدأ مع بعض ونقول بسم الله. نمبر 1 بدأ يكلمني عن حاجة اسمها ماس وحاجة اسمها فوليوم، بس قبلها أنا عايزة أعرف يعني إيه الماتر. What is the meaning of matter? Matter is anything has mass and take up space. يعني إيه؟ يعني أي حاجة عندها ماس وعندها فوليوم يبقى إذا ليها density. حلوة جدا. طيب أنا يعني دلوقتي الدنس دي مهمة في ايه؟ الدنستي دي بيقول لي بالظبط انه كل ماتر ليها دنستي مختلفة عن الباقي. يعني ايه؟ يعني انا لو انا دلوقتي مش عارف ايه الماتر اللي معايا دي، بس جبت لها الماس والفوليوم وبدات اعمل لهم كالكوليشن وطلعت الدنستي، فانا دلوقتي خلاص عرفت ايه هي من الرقم اللي طلع بتاع الدنستي ده. طيب نبدأ مع بعض نعرف الماس. what is the meaning of mass؟ فسهلة جدا ولازم احفظها. يعني هي حاجة ثابتة ولازم احفظها واحتاجها لحد ما اكمل وانهي دراستي خالص، لان هي اساسي في الفيزيكس. اوكي، فبيقول لي هي amount of matter in an object. اوكي، حلو جدا. طب ايه تاني المفروض اعمله؟ it remain constant. يعني ايه؟ يعني بتفضل الماس دي ثابتة في اي مكان. كنت فين؟ كنت على الارض، كنت على القمر، كنت في السبيس، الماس بتاعتك ثابتة. يعني الاماونت اوف بارتكلز اللي جوايا ثابتة زي ما هي. تمام. طيب بعد كده بيكلمني عن الميجرنج يونتس. اليونتس بتاعت الايه، بتاعت الماس هي كيلو جرام وجرام. اوكي، حلو جدا. بعد كده بيقول لي ايه؟ بعد كده بيقول لي الميجرنج تول، بالانس اور سكيل. خلاص، دي كده الكذا حاجة اللي انا محتاج اعرفها في جزء الماس عندنا النهاردة. بعد كده ندخل على الفوليوم. الفوليوم اللي هو الحجم. طيب الفوليوم ده لما اجي ابص عليه هقيسه ازاي؟ طب هو عبارة عن ايه؟ بيقولي هو amount of space occupied by object. يعني ايه؟ يعني هو يعني واخد حجم قد ايه، هو بالعربي معناها الحجم. طيب الميجرنج يونتس هي كيوبيك متر، كيوبيك سنتيمتر، كيوبيك مليمتر، من الكبير للصغير. طيب انا علشان عايز الفوليوم لازم اسألك، هو الحاجة اللي معاك ده عبارة عن سوليد ولا ليكويد ولا جاز؟ تمام. طيب لو هي حاجة سوليد، الحاجة السوليد دي في منها حاجتين. لو انت معاك مثلا روك وما عندوش definite shape، يعني ايه regular shape؟ خلاص، انا هنا هحتاج حاجة اسمها displace method. طيب لو عندي دلوقتي الحاجة بتاعتي ليها regular shape زي الكيوب اللي قدامي ده، هقدر استخدم حاجة تانية. طيب يلا بينا نتكلم عن الفوليوم للايه، للكيوب اللي معايا ده. سهلة جدا. فوليوم للكيوب اللي معايا، هجيب بالرولر بتاعتي خلاص، وهحسب الايه اللينث، وهحسب الويدث، وهحسب الهايت، واعمل لهم ملتبلاين في بعض. ولازم الرقم اللي عندي يكون بالكيوبيك سنتيمتر او بالكيوبيك متر او بالكيوبيك مليمتر. تمام. يبقى انا كده جبت ده الفوليوم بتاع ايه، regular shape particles. تمام. طيب حلو جدا. طب لو معايا حاجة irregular يعني روك، هعمل ايه؟ هعمل حاجة اسمها displacement. طب ايه هي دي؟ اول حاجة بجيب definite volume من الايه، من الووتر جوه سلندر. تمام، وبكتب عليها ايه؟ بكتب عليها الانيشيال فوليوم. تمام. طيب حلو جدا. انا مثلا هنا جايبه اللي هو 25. بعد كده بحط الايه، بحط الروك بتاعي او بحط الحاجة اللي هي الirregular shape. اوكي، يبقى initial volume كانت 25، وببدأ بعد كده اعمل ايه، احط هنا الركب بتاعي. فطبيعي جدا هيحصل displacement للايه، للفلويد بتاعي مثلا، ونقول ان هيبقى 40. خلاص، فانا كده جبت الايه، جبت الفاينل فوليوم. وهقول ان هي 40 minus 825، فهيطلع معايا الرقم كام؟ الرقم 15. تمام، بس لازم تكون بالايه، بالكيوبيك سنتيمتر. اتفقنا؟ طيب تمام. علشان كده بيقول لي الايه، بيقول لي انه ال ال الايه
الحاجة اللي انا هقيس بيها الفوليوم لو كان ليكويد هقيس بالميجرنج سلندر. طيب اتفقنا لو كان هو solid بس irregular برضه هستخدم الديسبليس ميثود باستخدام الايه الميجرنج سلندر. اوكي، علشان الجزء ده مهم جدا فبدأ يقول لي ايه، انا عندي عايز معايا regular shaped object وعايز اجيب له الايه، اجيب له الفوليوم. يا ترى هعمل ايه؟ جايب لي هنا بوكس معايا، جايب لي 3 dimensions بتاعته اهم، وبعد كده عايز مني احسب الفوليوم زي ما قلت لك من شويه، ان انا بحسب اللينث width وايه والهايت وبضربهم في بعض، وبيكون عندي اليونت بتاعتي على حسب ما هو عطيهولي. هو قايله هنا ايه 4 مليمتر، تمام؟ ف 4 مليمتر بعد كده multiplied في 10 مليمتر multiplied في 6 مليمتر، فالنتيجة هتكون عندي كام؟ 240 بس كيوبيك مليمتر على حسب الايه اليونت بتاعتي. تمام كده؟ ودي كده الايكويشن بتاعتي اللي كانت بتتكلم على الجزء بتاعنا length width height لو كان الاوبجكت اللي معايا regular shape. حلو جدا. بعد كده بدأ تاني يوضح لي الجزء اللي هو ده، لو انا معايا روك والروك ده وصفه لي بيقول ان هو irregular shape، بجيب اللي الجراديويتد سلندر، بحسب الايه اول حاجة الانيشيال فوليوم، بعد كده الديسبليسمنت اللي حصل، وبيكون النتيجة عندي ايه انه في الفاينل او الايه او اللي هي نمبر 2 ماينس ل V1 اللي هي الانيشيال، وفي النهاية بيطلع عندي الفوليوم للريجولر ايه الريجولر بارتكلز، وبقدر اقول اسمها displacement method. اوكي، بعد ما انا خلاص جبت الفوليوم بتاعي وجبت الماس بتاعتي، دي كده الايكويشن لمين؟ الايكويشن بتاعتي للدنسيتي. تمام، الايكويشن بتقول لي ايه؟ ماس اوفر فوليوم. طيب انا من هنا اقدر استنتج الايه اليونت بتاعت الدنسيتي. لو الماس بتاعتي انا عاطيلي الارقام بتاعتها بالكيلو جرام، اكيد الفوليوم بتاعتي هتكون بالكيوبيك متر، وبالتالي النتيجة بتاعتي هتكون ايه؟ اليونت بتاعتي كيلو جرام لكل كيوبيك مليمتر كيوبيك متر. تمام، طيب حلو جدا. لو هو عطيلي اليونت بتاعتي بالجرام يبقى هيديني الفوليوم بتاعتي بالكيوبيك سنتيمتر، يبقى اليونت بتاعتي بجرام لكل كيوبيك سنتيمتر. يبقى انا كده جبت الايه؟ جبت اليونتس فور density. طب يلا بينا كده نشوف الديفينيشن. بيقول ايه؟ بيقول لي يا سيدي انه density is how thick or closely packed together of an object. تمام، يعني ازاي البارتكلز بتاعت الاوبجكت دي قريبة من بعضها. تمام، حلو جدا. وبعدين بيقول لي it can vary depending on temperature and pressure. دي معلومات مهمة جدا عن الدنسيتي. يبقى الدنسيتي بتاعتي لازم اكون عارف انا هقدر اتكلم عنها ازاي. هي عبارة عن how thick or closely packed together of objects of substance او particles of this substance and it depends on temperature and pressure. يعني ايه؟ يعني كل ما تزيد التمبريتشر اكيد هتزيد الدنسيتي، كل ما يزيد البريشر اكيد هيزيد الدنسيتي. تمام، ليه؟ كل ده هنعرفه دلوقتي. طيب بعد كده طبعا قال لي الايكويشن ان هي الماس اوفر ايه اوفر فوليوم، وبعد كده كلمني على اليونتس زي ما انا لسه مكلمكم عليها من شويه، وقال لي ان هي لا اما جرام لكيوبيك سنتيمتر يا اما كيلو جرام لكيوبيك متر. تمام، طيب طبعا هو هنا لو احنا مش عايزين نحفظ بيديني هنا مثلث. المثلث ده هنحطه قدامنا على طول ونفضل فاكرينه، لانه بعد كده بندخل على الفيزيكس هيبقى عندنا حاجات اكتر من كده بكتير، بس معمولة بالشكل ده، وبالشكل ده انا اقدر ايه لما احفظ كويس جدا. فبيقول لي ايه؟ ماس خلاص من فوق، بعد كده density وفوليوم. طيب انا دلوقتي وهو بيكلمني في المسألة بتاعتي وبيقول لي انا عايز الماس، فهعمل ايه؟ هروح كده قلت ده عايز مني الماس، يبقى انا هعمل ايه؟ هخبي بايديا الماس، يبقى الماس equal d multiplied v. يعني ايه؟ density volume. طيب كويس قوي. طيب لو طلب مني الفوليوم هعمل ايه؟ هخبي الفوليوم، هلاقي انه الفوليوم بتساوي m على d.
تمام، او over دي. حلو جدا. طيب لو طلب مني الدانستي، وده اللي انا حافظه دلوقتي، بخبيها كده بايديا وبقول انه خلاص الدانستي تساوي ام على في. تمام كده، اتفقنا. بعد كده بيرجع معايا تاني فلاش باك للايه، للماتر and the state of matter. تمام. طبعا انا قلت برضو تاني افكركم matter is anything has mass and volume. بعد كده رقم 2، اي matter ليها عندها 3 or 4 states على حسب كل واحد والجريد بتاعه، بس حاليا هما 4 states. تمام. number 1 gas، number 2 liquid، number 3 solid، واخر حاجة خالص معانا اسمها البلازما. اوكي، وده برضو هنشوفه قدام. طيب اوكي. طيب هو هنا بيكلمني ليه عن الموضوع ده؟ لانه في البدايه خالص قبل ما نبدا الفايل بتاعنا قال لنا ايه؟ قال لنا انا هخليك تعمل كومبير ما بين الدنستي للسوليد والليكويد والجاز، وكمان هعرفك عن حاجه جديده اسمها الايه، البلازما. طيب طب انا لما انا عارف السوليد والليكويد والجاز، فانا طبعا عارف السوليد. طب مين في دول السوليد يا جماعه؟ ها، طبعا السوليد هو ده. ليه؟ لانه انا واخد انه السوليد اول حاجه البارتكلز بتاعته تايتلي باك، ماسكين في بعض جدا جدا جدا، very close. تمام. اما الليكويد فبيكون في سبيس بسيط جدا ما بين البارتكل وبعضها. بالنسبه للجاز خلاص مفيش اي سبيس، كانهم خاصمين بعض كل واحد في ناحيه. تمام. طيب هو هنا بيكلمني عن ايه؟ عن الووتر. اشمعنى الووتر بقى؟ لان الووتر دي عندها حالة غريبة جدا، عندها 3 states. عندها الايه، عندها الووتر كليكويد، وعندها الايس كسوليد، وعندها الووتر فيبر كاز، از جاز. علشان كده بيقول لي انا لما انا ادرس الووتر هعرف ابص على ال 3 ايه، ال 3 states بتوعها، وهقدر اقارن الدنستي بتاعتها. يعني المفروض ان هي ووتر، فالدنستي بتاعتها تكون واحدة. لكن طبعا هو لسه قايل لي من شوية الدنستي بتعتمد على التمبريتشر. خلاص، فاكيد اكيد اكيد الدنستي هنا هتتغير من الايس للووتر للووتر فيبر. طيب تعالوا نكمل كده ونشوف عايز مننا ايه. بيقول لي density of substance depends on mass and volume. حلو جدا، زي الايكويشن اللي احنا واخدينها من شوية. طب تعالوا كده نشوف. لو انا كتبت density equal mass over volume، خلاص، دي يعني mathematic relationship. الموضوع كله عامل ازاي؟ لو انا عندي الماس علشان هو اللي فوق، لو if mass increase ايه اللي هيحصل للدنسي؟ it will increase. تمام، حلوة جدا. طيب لو جيت اتكلمت عن الفوليوم، if volume increase ايه اللي هيحصل للدنسي؟ density decrease. خلاص، يبقى هنا دلوقتي العلاقة relation ما بين الدنسي والماس directly proportion، اما بالنسبة للدنسي والفوليوم diversely proportion. اوكي. طيب فبيجي يقول ايه؟ فبيجي يقول لي دي بالنسبة للايه، يعني كحاجة عامة كده مش محتاجة كلام. خلاص، دي ايه، دي علاقة رياضية بسيطة، يعني على حسب ما احنا ما بندرس. طب دلوقتي انت عندك سوليد وليكويد وجاز، وجايبهم لي في الثري ستيتس وبتكلميني عنهم. مين فيهم الاعلى في الدنستي؟ السوليد اعلى في الدنستي. ليه؟ لان البارتكلز ماسكه في بعضها and very close so it highest in density. واللي اقل شويه الليكويد، والاقل خالص الايه، الجاز. فعشان كده لما يبقى معاكي الووتر في الثري ستيتس السوليد والليكويد وجاز، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انه السوليد هيكون هاي في الدنستي، الاقل خالص اللي هو لحد دلوقتي اللي هو الجاز. تمام، حلو جدا. تمام كده، يبقى لو كلمني عن ال 3 states of water وقال لي مين فيهم الهاي density، خلاص يبقى انا عرفت ان هي السوليد. مين فيهم الاقل density؟ انا كده عرفت ان هي الجازز. طيب بعد كده هندخل على حاجة اسمها الفلوتنج، ويلا بينا نشوف مين اللي بيعمل فلوت ومين بيعمل سينك وليه. طيب طبيعي جدا احنا واحنا صغيرين بنجيب ميه ونجيب ورقه ونعملها قارب صغنون كده ايه ونخليها تمشي في الميه. تمام، زي ما بنشوف في الايه، في الحقيقه. ايه اللي بيحصل في الحقيقه؟ القوارب اللي هي الخشب
البسيطة جدا اللي الصياد بيمشي بيها في البحر او في الايه او في النهر. خلاص. والسفن الكبيرة، الشيبس الكبيرة اللي بتبقى موجودة قدامنا في البحر، كل دول عاملين فلوتنج ازاي؟ يعني ازاي هم فعلا المية قدرت تشيلهم وما حصل لهمش سنك؟ طيب تعالوا نشوف كده الموضوع بيقول لي ايه. بيقول لي have you ever wondered why something float or others sink؟ طيب انا عايزة اعرف منكم مين اللي ممكن يعمل فلوت ومين اللي ممكن يعمل سنك. طبعا اللي بيعمل فلوت الحاجات الخفيفة، واللي بتعمل سنك الحاجات التقيلة. طب اعرفها منين؟ تعالوا بقى نشوف الموضوع ده. بيقول لي دلوقتي انه اهو بصوا كده، انا معايا ايه؟ طبعا انا لما بتكون طبعا سينك وفلوت يعني في ميه، تمام؟ فهنا دي الووتر. فدلوقتي انا هعمل ايه؟ انا هعمل كومبيرنج. يبقى انا دلوقتي لما هاجي اتكلم هي ببساطه، يعني هي حاجه بسيطه جدا. ازاي؟ تعالوا كده نشوف. دي الميه وانا معايا كوين، تمام؟ ادي الكوين. خلاص. ومعايا قطعه من الايه، من الوود. ببساطة كده جدا انا بقارن ايه؟ ببساطة كده هفكر في ايه؟ انه لو الووتر دي قدرت تشيل الكوين، خلاص، يبقى ايه؟ يبقى الدنستي بتاعت الكوين دي اقل من المية، لانها ايه؟ لانها قدرت تشيلها. تمام. وده طبعا ما بيحصلش، لانه دايما الكوين معمولة من الميتال، والميتال بتكون الدنستي بتاعتها اكبر من الووتر، فبتعمل سانك. تمام. طيب نشرحها بطريقة تانية. طبعا الطريقة التانية اللي انا هشرح بيها دي لما تيجي في الاسئلة، يعني هيجي يقول لي ايه؟ هيجي يجيب لي اي ماتر، خلاص، ويقول لي الماتر ده كان flow on water. float سوري. كان float on water. فكان float يعني ايه؟ يعني خلاص قدر ايه؟ قدر يعمل float. وطالما قدر يعمل float فانا هفكر وهقول طالما هو floating يبقى اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان الدنسيتي بتاعته اقل من الدنسيتي بتاعت الووتر، so water can hold it. تمام. طيب لو جه وكلمني وقال لي انه انا غيرت الماتيريال بتاعت الماتر دي وعملتها من ماتيريال تانية خالص، so this matter is sank in water. معنى sink يعني ايه؟ يعني خلاص ايه حصل لها؟ ايه حصل لها؟ ان هي نزلت لتحت. فطالما هي نزلت تحت يبقى المية ما قدرتش تشيلها، وراحت ايه؟ وراحت نازله لتحت. احنا نفكر كده على طول واحنا بنعمل ايه؟ واحنا بنحل. طيب نسيب الجزء ده لحد ما تيجي الأسئلة وندخل على الكلام اللي هو كاتبه لي حالا، وبعد كده هنقول كل ده في الكلام بعد كده. بيقول لي floating and sinking. ايه اللي حصل؟ when something in water there are two forces. في اتنين forces بقى معايا. اول force بتكون ايه؟ بتكون لتحت اللي هي الويت، وتاني force بتكون لفوق اللي هي البوشنج بتاعت الووتر. حلو جدا. طيب لو كانت الاوبجكتس ممكن يعمل فلوت، طالما عمل فلوت يبقى ايه؟ يبقى هو المية قدرت تشيله، يبقى هو اقل في الدنستي من الووتر. طيب لو عمل سينك، طالما عمل سينك غاص يبقى هو اتقل من المية. خلاص، بس بمعنى اخر اللي هي more denser. ماشي. طيب يبقى نحفظها كده يا شباب. هنحفظ ايه؟ if objects float in water يبقى it is less denser. طيب لو عملت sink تبقى more denser. اوكي. بس كتسهيلا علشان نفهمها، اي حاجة عملت فلوت على الوتر يبقى الوتر قدرت تشيلها، يبقى الايه؟ يبقى الدنسي بتاعت الوتر اكبر منها. طب اي حاجة عملت سينك يبقى المية ما قدرتش تشيلها، يبقى الدنسي بتاعتها اكبر من الدنسي بتاعت المية. تمام كده؟ طيب حلو قوي. بعد كده بيقول لي ايه؟ ما تقوليليش بقى ان الشبه الكبيرة قوي دي الويت بتاعها مش تقيل. مش معقولة. يعني اكيد طالما الويت، طالما سوري الماس كبير، طالما الماس كبير فمعناها ان الدنسيتي كبيرة. دي لسه قايله لي كده دلوقتي. فهاجي اقول لك انه الشاب بيبداوا يعملوها بطريقه معينه. بيعملوها ازاي؟ بيقول لي دلوقتي why does ship made of iron and steel and they flow on the water. ازاي ده بيحصل؟ هيقول لي انه في هما بيعملوها طبعا ايه؟ بتكنيك معين. التكنيك المعين ده ايه؟ انا عايز اوصل ليه؟ عايز اوصل ان الدانستي of ship less than density of water so water can hold it ايه or floating on water. طيب اعملها ازاي؟ بيقول لنا
رقم واحد ان هم بيعملوها، طبعا احنا عارفين ان الشيبس بتكون من الايه، اكيد مش من الخشب يعني، دي من الايه، من الستيل والايه والايرن. وطبيعي الستيل والايرن زي الكوين، والكوين بتعمل ايه، بتغوص في الايه في الميه. طب ايه اللي حصل؟ بيقولي بيعملوها بايه، بحاجتين، في حاجتين مهمين جدا. رقم واحد ان هو بيعملها thin layer of iron. يعني ايه؟ يعني كأنها كده layers بسيطة خالص، خفيفة جدا من الايه، من الايرون من بره، بليتي الهيكل الكبير اللي احنا بنشوفه قدامنا. اما من جوه بيعمل ايه؟ from outside بتكون thin layer of iron، ومن inside بيكون في space كبير مليان بالاير. تمام. طيب الاير اللي جوه ده هيعمل ايه؟ هيقلل الايه، الاوفر اول density بتاعته، وبالتالي الشيب كان float on the water. تمام. طيب الصورة دي جميلة جدا وهتوضح لنا كل حاجة. طبعا احنا بنشوف الشيب كبيرة جدا، تمام، فاكيد هي الويت الماس بتاعتها برضو كبيرة. خلاص، فطالما الماس كبيرة يبقى الدنستي كبيرة. طب يعملوا ايه؟ راحوا اول حاجة عملوها ثان وول اهي. رقم اتنين خلوا سبيس جوه مليان بالهواء. فاللي حصل انه بعد الطريقة دي الدنستي بتاعت الايه الشاب دي كلها بقت اقل من الدنستي بتاعت الووتر. سو ووتر كان ايه، كان هولد، قدر يمسكها وتعمل فلوتنج اون ايه، اون ووتر. تمام. طيب بالنسبة بقى للأسئلة فإن شاء الله هتبقى بسيطة. تعالوا بينا كده نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي look at the densities of these materials. number one wood. number two polycarbonate. number three polyethylene. بعد كده الووتر. فبيسألني ويقول لي ايه which of these material has lowest density. سهلة جدا، ببص على الأرقام وبشوف أقل density فيهم كلهم اللي هي الايه، اللي هي دي، ومين كمان، ودي. دول لو اقل دانستي خالص. حلو جدا. طب which of these material will sink in water؟ ها، دلوقتي انا ده اي حاجة هتعمل سينك في الووتر يعني لازم الدنستي بتاعتها اكبر من الدنستي بتاعت الووتر. طب الدنستي بتاعت المية واحد، مين بقى الدنستي اكبر؟ اللي هي البوليكربونات. حلو جدا. بعد كده بيقولي explain why material will sink in water. ليه اللي الماتيريالز دي عملت في المية؟ طبعا انا لسه قايلها حالا، لانه the density of polycarbonate more than the density of water so it can hold it. اوكي. بعد كده بيقول لي يلا بينا نعمل copy and complete the questions for density. طبعا الايكويجن mass over volume، بس كده خلص الموضوع. طيب بعد كده بيقول لي عندي بلوك من الالومنيوم، الفوليوم بتاعه. طيب انا لما يكون عندي اي مسألة لازم هقراها، وكل ما اقراها هاجي اعمل بوكس كده صغنون على جانب كده الورقة بتاعتي، واكتب الايه الحاجات اللي هو قايلها لي. قايل لي الفوليوم about كام 5 كيوبيك سنتيمتر، فبقول فوليوم is 5 كيوبيك سنتيمتر. تمام. بعد كده قايل لي الماس is 13، يبقى بكتب mass is equal 13.5 grams. عايز مني اعمل ايه؟ اشوف الدنسي بتاعت الالومنيوم، والحمد لله اعطيني الايه، اعطيني اليونت. بعمل الايه الايكويشن بتاعتي mass over volume، وهكتب عندي الارقام بتاعتي، وخلصت الايه المسألة دي. حلو جدا. بعد كده بيقول لي بعد بقى ما هنطلع الرقم بيقول لي explain where the block of aluminium will float or sink. ها، طيب نكملها بقى. 13 ونص ادي الفايف. طيب يا ترى الرقم هيطلع عندنا كام؟ اوكي 2.7 جرام كيوبيك سنتيمتر. طيب هل هيحصل هو يعمل فلوت ولا سينك؟ هرجع تاني للدنسيتي اوف ووتر، هي 1 جرام كيوبيك سنتيمتر، so it sank in water. اوكي يا شباب. طيب ندخل على اللي بعدها. بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي يا حبايبي انه احنا اوقات بنروح الكافيه او بنروح اي حاجه وبيجيب لنا الايه، يعني الجوز بتاعنا او المشروب بتاعنا بيكون معمول لايرز كده وملونه وجميل جدا. طب ايه السبب بقى؟ السبب بيقول لي ان هو هنا بيبقى عارف كويس الدنسيتي بتاعت كل ليكويد منهم، وبيبدا يحطهم بالطريقه بحيث ان هما ما يحصلهمش ميكسد مع بعض. تمام. فبيقول لي liquid with different densities will form layer، تعمل layers. يبقى لما يجي يجيب لك صورة زي دي ويقول لك قولي comment، هتقوله هنا انه كل الليكويدز دي
عندها different densities so it will form layers. تمام، حلو جدا. and don't mix it together. اوكي، طيب يا ترى مين فيهم الاعلى density ومين فيهم الاقل في الدنسيتي؟ فبيقول لي انه الموست dense liquid لازم يكون لتحت، تمام، واعلى واحد هو هو least dense liquid. اوكي يا جماعه، وبيقول لي نخلي بالنا انه البتروليوم دي اقل ليكويد عنده density، دايما بيبقى فوق الميه. حلوه جدا. ايه تاني؟ بعد كده بيقول لي انه الجازز، خلاص طبعا احنا عارفين لما كنا بنتكلم على states بتاعت الماتر، قلنا الماتر has three states: solid, liquid, gas، واتكلمنا ان السوليد more denser وان الجاز اقل في الدنسيتي بتاعتها. فبيقول لي انت عارف ان الجاز less denser. اوكي I know that than liquid. ليه؟ هو ده السؤال. انت عارف، بس قولي ليه. بيقول لك لانه الجازز دي البارتكلز بتاعتها مالها بعيدة عن بعض، فبتعمل ايه؟ تعالوا كده نشوف. ادي density equal mass per volume. تمام. لما الجازز كل بارتكل بعيد عن اخوه، خاصمين بعض خالص، فبالتالي الفوليوم عمال يزيد. زاد الفوليوم قلت الدنسيتي على طول. بس كده، خلاص. يبقى هنا لما يجي يقول لي why gases are less dense than liquid، هقول لي because their particles are much further about each other so particles take more space so when volume increase density decrease. اوكي يا شباب. بعد كده اخر حاجة معانا النهاردة هنتكلم عن ايه؟ بيقولي دلوقتي من شوية كان بيقولي ان الدانستي بتعتمد على الفوليوم، الدانستي بتعتمد على التمبريتشر وعلى البريشر. طب يلا نشوف ايه اللي هيحصل لما التمبريتشر تزيد او البريشر يزيد. فبيقول لي هنا when compared solid to liquid and gases have a relative low density. طبعا كل ما السوليد اعلى liquid اقل الجازز اقل خالص. طيب حلو جدا. طب انا لو هاجي اعمل compress، هاجي اضغطهم، تمام، ايه اللي هيحصل؟ فبيقولي دلوقتي ان الجازز can compressed easily because the molecules عندها في spaces كبيرة ما بينها. فلو جيت اعمل compress فطبعا هتضغط سهلة جدا يعني. عن مين؟ عن السوليدز. السوليد صعب جدا الضغط بتاعها علشان هم اصلا tightly packed. طيب بيجي يسألك السؤال تاني why gases easily compressed. خلاص، هتقوله because their molecule are widely spaced apart. تمام، حلو جدا. طيب لما انا اعمل لها compress، ايه اللي هيحصل؟ ها، لما اعمل الجاز compress فالفوليوم بتاعها هيقل. تاني ادي دي تساوي ام على في. طب لما الفي تقل ايه اللي هيحصل؟ الدنسيتي تزيد. سهلة جدا اهي. يبقى مع البريشر الدنسيتي بتزيد. تمام، حلو جدا. طيب ايه كمان؟ بعد كده كل ما الجاز الفوليوم بتاعته تزيد الدنسيتي هتقل، وده احنا قايلينه من شويه. طب امتى ده بيحصل؟ لو الجاز ده حصل له هيتد. دلوقتي انا لما باجي هنا بيقول لي هنا في هيت، وايه دي عندي الجازز بتاعتي. طبعا كل ما الهيت تزيد كل ما ايه اللي يحصل؟ البارتكلز موف فاستر، وكل ما تعمل موف فاستر فالفوليوم يزيد، وكل ما تزيد الفوليوم تزيد الدنسيتي. ودي نفس فكرة الاير بالون. تمام. طيب ايه هي اصلا فكرة الاير بالون؟ طبعا احنا عارفين ان الاير بالون بيكون على الارض، خلاص، وادي البالون ده بيسخنوا عليه، بيفتحوا كده الجهاز اللي فيه او النار، فالنار تبدأ تعمل تزود التمبريتشر بتاعة الجازز، فالجازز تعمل اكسباند، فلما تعمل اكسباند تبقى less denser، خلاص، وتبدأ تعمل float on the air. طب عايزين ينزلوا تاني يعملوا يقفلوه، فلما يقفلوه الجازز تبدأ تبرد فيبدأوا ينزلوا بسلام. تمام. ولحد هنا الحمد لله خلصنا الجزء ده. اشوفكم ان شاء الله في الجزء اللي بعده. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.